الفرح الصغيرة التي سلبها مرض السرطان لذة الطفولة، وحكم عليها بالموت قبل الأوان. الإخفاءة الأخيرة لجسدها المتعب أيقظ من ظن وأيقن أن هناك ألف فرح. وكي لا تكون النهايات دائما كنهاية فرح وياسر، كان صندوق الفرح الذي أسس لمساعدة أطفال مرضى السرطان وأمراض أخرى مستعصية. ياسر رفيق عمره 13 سنة، هو من عمري، هو مهضوم كتير وحلو بس موجوع. ياسر فتى أطل على أعتاب المراهقة، فكان المرض بانتظاره، وعلى السرير المقابل كان علي الذي يمثل للشفاء الآن. لكن آمال ياسر كانت على قدر براءته، أن يرى الفنانين ملحم زين وعاصي والممثل السوري باسم يخور الذين لم يتأخروا في تحقيق آمان ياسر. هلا هو الموضوع ببساطة كان مو عن طريق المستشفى، هو كان عن طريق آنسة زينب اللي هي كانت أنا يعني فقط هي اتصلت فيني آنسة اسمها زينب وقالت لي إنه في طفل اسمه ياسر وضعه هو 1 2 3، قالت لي وضعه بالضبط، وقالت لي إنه هو حقيقة نحن سألناه شو عندك رغبات، فهو قال له رغبتي اني اشوف باسم ياخر، وموضوع من هذا النوع هو رغبة طفل بالنهاية، وطفل عم بمر بحالة يعني مأساوية، فأنا برأيي إنه أكيد الفنان لازم فعلا يتفاعل مع هذا الموضوع بشكل إيجابي. في فكرة لطرح تشكيل لجنة من الفنانين لدعم الأطفال المرضى المصابين بأمراض مستعصية، قد ايه حضرتك ممكن تكون مشارك بهيدي الفكرة؟ فكرة عظيمة، يعني أنا أكيد بكون متحمس ومشارك بهيك فكرة. بعتقد إنه التفاصيل الصغيرة بتشكل فرق كبير. بعتقد أنا إنه موضوع الوضع المادي كتير مهم بهيك حالات. يعني الطفل اللي أهله يعني الله عطيهم وأوضاعهم المادية جيدة بيقدروا أهله يسافروا لأي بلد في العالم بأحسن مستشفيات في الدنيا. لكن أنا بعتقد إنه العائلات اللي هي فعلا عائلات يعني فقيرة الحال هي اللي بيها محتاج التركيز على وضعها وعلى حالتها بموضوع سرطان الأطفال. صندوق الفرح اللي عم تحكي حضرتك عنه هو مخصص للسرطان الشعبي؟ هو مخصص للطفل. هلا الطفل بيكونوا أهله شيعة، بيكونوا أهله سنة، بيكونوا أهله مسيحية، بيكونوا أهله سوريين، بيكونوا عراقيين، وبالتالي من خلال بطاقات صندوق الفرح رح نقدر نشوف التنوع، انه لم يقتصر دور صندوق الفرح على تغطية حالات ضمن لبنان، ولكن تخطاها على سوريا والعراق وفي اطفال ثانيين ومصر. الاساس انه اختيار الحالات اللي كثير صعبة واللي قادرين نعالجها. شو الخطوة من بعد يعني الفيلم اللي عملتوه، من بعد التبرعات اللي حضرتكم بتقوموها من خلال صندوق الفرح، شو الخطوة الثالثة اللي حضرتكم عم بتفكروا بأنكم تقوموا فيها كمان والولاد؟ نحن بدنا بنحاول انه كل انسان من موقعه يكون شريكنا. انا بتصور نحن والفنانين وكل واحد بيشارك بشيء بنشاط من نشاطات صندوق الفرح هو بيكبر فيهم. ليس من باب الدعاية لهؤلاء الفنانين ولا من باب أن نلقي الضوء على أفعال قاموا بها، وإنما من باب الدعوة إلى كل من يؤثر بصوت أو صورة أن يكون لفتة أو ضحكة لأطفال تسلب من أفواههم الضحكة. دلال بزي، قناة الجديد.